السلام عليكم اخوان، راح نتكلم عن اهم معلومات عن البادجي الهاجرمو، عن تكاثره وتغذيته وسعره وباقي الامور. الهاجرمو هو بادجي يكون على ظهره وردات، وكلما تكون وردات اكثر واكبر واكبر وضوحا يكون اغلى سعره. وكذلك هذا الهاجرمو عنده تاج وعيون حمر هم يصعد من سعره، ونوع الالبينو الابيض واللاتينو الاصفر والطفرات الرينبو والسبانجل والباندد هم يصعدين من سعر البادج. تغذية الهاجرمو مثل البادج العادي هو الغذاء الرئيسي الدخن، مع إعطائه الخضروات والفواكه مثل الفلفل الأخضر والخس والبروكلي والجزر والخيار والكرفس والسبيناغ والتفاح والبيض المسلوق والقمح المستنبت وعظم الحبار. تكاثر الهاجرمو وتزاوجه كذلك هو مثل البادجي العادي وما بأي صعوبة ومشكلة، ويمكن أن تزاوج الهاجرمو مع العادي، ولكن ينتج أفراخ بدون وردات أو بوردة واحدة أو بدون تاج، وكذلك ينتج أفراخ رخيصة الثمن، وإحنا ما ننصح هذا النوع من التزاوج. لأجل إنتاج أفراخ أصيلة وبسعر غالي يجب تزاوج هاجرمو مع هاجرمو، يعني هاجرمو أصلي مع هاجرمو أصلي، حتى الحاصل يكون كله أفراخ هاجرمو أصلية. وكلما نوع الأبوين من الهاجرمو اللي يحتوي على صفات أعلى من تعداد الوردات أكثر وعين حمر والتاج، تكون الأفراخ أفضل وأحسن وبسعر أغلى. ويجب انتخاب عش كبير يعني أكبر من عش البادجي العادي، لأن حجم الهاجرمو وأفراخه يكون أكبر من العادي، وكذلك الوردات هم ما ينكسرن ويتخربن. ومتوسط تعداد بيضات الهاجرمو هي 6 بيضات، وبعض الأحيان يكون أكثر.